عسلامة، مرحبا بكم في قناتكم لاله سارة البسكرية. ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم اليوم فيديو جديد، شهوات رمضانية. راح نديروا وصفة سهلة مهلة وبنينة ياسر، ومتأكدة تجربوها راح تعجبكم لانه بنتها ما تقدروش تقاوموها، اللي هي رولي البطاطا بالكلاصاج الرخامي. رولي هذا بنين ياسر ياسر. ديريه في رمضان، فرحي به عائلتك، ما يديش الوقت في الطياب وما يكلفش ياسر. ما ديريه بلا رمضان يجيك ضيف على غفله، راح يسلكك يعني كما نقولوا سلك المحاين. اذا حابين تعرفوا المقادير وطريقه الطياب تاعو، ما عليكم فقط انكم تابعوا الفيديو حتى الاخير. اولا هنا نحتاجو البطاطا، يعني هي لا باز تاع الرولي تاعنا. انا درت حوالي 4 حبات الى 5 حبات تاع بطاطا، راح نسكرفجهم كامل. سكرفجت البطاطا وراح نشللها مليح في الماء. لازم نشللها مليح باش تخرج لي الرغوه والنشا تاعها، باش كنجي نقليها ما تجينيش معجنه. وندلها الملح ونخليها تقطر مليح مليح. هنا نقلي البطاطا تاعي وشيه برك حبيت ننبهكم على حاجه. كتجو راح تقلوها ما تحطوش كميه كبيره في المقله، حطوا غير بشويه باش ما تجيناش مكدسه، لانه حابينها تجينا مقرمشه وتجي مفروق على بعضها. هنا قليت البطاطا وخليتها بردت مليح. نحتاج هنا في المقادير تاع الرولي نص كاس تاع حليب كما تقدري تعوضيه بلا كريم فريش، 3 بيضات، وبصله قطعتها رقيقه، معدنوس مقطع رقيق، مغرف صغيره تاع فلفل كحل، مغرف صغيره تاع خميره الحلويات، ورشه تاع جوز الطيب. ما درتش الملح لانه البطاطا يعني ملحتها قبل ما نقليها. هنا درت 3 بيضات وما كفونيش، ومن بعد زدت بيضه واحده. بصله هنا نحط نص الكميه لانه الكميه الاخرى نحتاجها في الحشو. نحط المكونات هذو ونخلطهم مليح مع بعضهم. جبت ان بلا يدخل الفور وفرشت فيه ورق الطهي ودرت شويه زيت، ندهن هذاك الزيت كامل على الورق باش نجنب يعني اونكا يعني يلصق لي الرولي، في نفس الوقت نقدر نحيه ثمثم. ونفرغ هذيك البطاطا كامل على البلا ونفرشها مليح. وراني حاله الفور تاعي من التحت، يعني ما نحلوهش من الفوق، نحلوه غير من التحت. يطيب الرولي تاعنا حوالي 5 دقائق من با. كما تعرفوا فيه البيض، والبيض ما فيهش الروح، يعني ثم يطيب. هنايا نفرش هذيك البطاطا كامل وندخل الرولي تاعي يطيب في الفور.
حطيت رولي البطاطا يطيب في الفور ومام طون راح نحضر الحشو. انا هنايا درت نص صدر تاع الدجاج، بصله قطعتها رقيقه، مغرف صغيره كركم، مغرف صغيره فلفل كحل، معدنوس قطعته رقيق وملح. نقلي البصله في الزيت مليح، ومن بعد نزيد لها صدر تاع الدجاج كذلك هو نقليه مليح مع البصله. هنايا تقدري ديري لا فيونداشي، تقدري ديري طون، ولا تقدري ديري كيما درت انا، كل وحده ورغبتها وكل وحده ومقدورها. نحط المكونات اللي قلتهم كامل مع صدر تاع الدجاج ونطيب الحشو تاعي مليح، ومن بعد راح نرحيه، مانيش راح نخليه كيما هكا لانه حباته رقيق خلاص. واللي تحب تخليه كيما هكذا تخليه، انا حبيت نوريكم الطريقه يعني اللي مالفه نديرها، لكن نرحيه يعني يجيني خير. رولي البطاطا طاب لي هنايا، خرجته من الفور. هنا حاولت يعني سييت اني نحيه من الورق بلا ما نقلبه، بصح كاينه بلاصه يعني دارتها بيا لصقت. مش مشكل يعني، عاود قلبته وعاود رجعته الى الجهه الثانيه، لاني حابه ذيك الجهه التحتانيه هي اللي تجي على برا. شوفوا كيفاه. هنا كما شفتوا الحشو صدر تاع الدجاج اللي كنت طيبته ورحيته، ونحتاجو الفرماج كطبقه اولى. هنا الفرماج تحبي ديري يعني اي فرماج اللي حبيتيه، تقدري ديري حتى الفرماج ربي. نمسح هذاك الفرماج كامل على رولي البطاطا، ومن بعد ندير طبقه ثانيه تاع الصدر تاع الدجاج. هنا شوفوا اللي ما عندهاش صدر تاع الدجاج ولا ما عندهاش طون، ما عندهاش فيونداشي، تكتفي برك يعني بالفرماج، تمسح غير الفرماج. يعني ديما نسهلوا الامور على رواحنا ما نصعبوهاش. نمسح الفرماج كامل ونزيد فوقه كما قلت لكم صدر تاع الدجاج. بعد ما درت الحشو داخل رولي البطاطا، راح نروليه بالطريقه هذه كما تعرفوه كامل كوم ان بسكوي رولي. وهنايا جينا المرحله الاهم اللي هي الكلاصاج الرخامي. انا سميته رخامي لانه جاني يلمع. باش نديروه الكلاصاج هذا نديروه بالفرماج ولا الجبن تاع لي ساندويتش لي همبرغر اللي نعرفوه كامل. نغطي به رولي البطاطا كامل، ومن بعد نعاود ندخله للفور. الفور يكون سخون، نخليه حوالي 4 دقائق، ما يفوتش 5 دقائق، جوست بركي يبدا يذوب عندنا الفرماج ويتماسك يعني مع الرولي ونخرجوه.
هنا اذا ما عندكش الفرماج هذا تقدري ديري الفرماج رابي، تقدري ديري يعني تمسحي بجبن طلي، بصح يعني مكش راح تحصلي على النتيجه كيما ديريها بالفرماج هذا يعطيك نتيجه خير والشكل تاعو يخرج خير. هنا بعد ما خرجته من الفور شوفوا الفرماج كيفاش ذاب عليه، شوفوا الشكل تاعو من الداخل كيفاه جاو طبقات تاع البطاطا، طبقه تاع الفرماج والدجاج. قلت لكم اذا ما عندكمش دجاج ولا اللحم يعني لا فيونداشي ولا طون تقدروا ديروا غير الفرماج. بنا قلت لكم عليها ما نحكي لكمش يعني والله ما تقدروا تقاوموها. انا قدمته هنا مع الفلفل الطماطم مقليين يعني كان وجبه تاع عشاء. تقدري تقدميه مع السلطه، تقدري ديريه كيما الطاجين يعني طيبي له صوص بيضاء بالزيتون ولا الحمص الله الله، وتقدميه معاها لعائلتك في رمضان ولا لضيافك. يعني راح يفرحك. قلت لك يعني اذا جاك ضيف على غفله ولا ما لقيتيش طيبي هذا راح يسلكك ثمثم والله. جربوه يعني جربوه وردوا لي. راكم شفتوا ما يكلفش لا في المكونات تاعو ولا في الوقت تاعو، يعني ما يديش الوقت حتى في الطياب. رولي بطاطا بالكلاصاج الرخامي، شفتوا شو هو الكلاصاج اللي هو الفرماج. حبيباتي شهيتكم في الجنة، واذا عجبكم الفيديو خلوا لي جام وتعليقاتكم، واللي يزوروا القناه اول مره دائما نقول لهم مرحبا بكم. ما تنسوش فقط انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد من فيديوهاتي. انتظروني فيديوهات اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.